السلام عليكم. قمة إياب دوري أبطال أوروبا جمعت بين أرسنال وأتلتيكو مدريد. للتذكير، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1. الفائز من هاي المباراة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار الفائز من مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. طيب، ندخل على تشكيلة الفريقين ونبدأ بصاحب الأرض الأرسنال. بدأ أرتيتا في حراسة المرمى رايا، في الدفاع شفنا على اليمين بن وايت، على اليسار ريكاردو كالافيوري، في قلب الدفاع في قلبي الدفاع شفنا ساليبا وجابرييل، في الوسط شفنا رايس، بجانبه كان سكيلي، أمامهم على اليمين ساكا، على اليسار تروسارد، وخلف المهاجم إيزي. أما في رأس الحربة المتألق جيوكريس. أما على الناحية الأخرى فكتيبة سيميوني بدأت المباراة في حراسة المرمى أوبلاك، في الدفاع على اليمين مارك بوبيل، على اليسار روجيري، في قلب الدفاع في قلبي الدفاع شفنا لينورماند وهانكو، في الوسط سيميوني ابن مدرب أتلتيكو مدريد سيميوني، ولورينتي وكوكي ولوكمان، في الهجوم جريزمان والفاريز. طيب، نخش ونبلش في بداية الشوط الأول. وفي الدقيقة 11 فرصة خطيرة لجريزمان، ولكن رايا ورايس تمكنوا من إبعاد الخطر عن الأرسنال. في أول نصف ساعة من الشوط الأول شفنا توازن من الفريقين، من أرسنال وحتى من أتلتيكو مدريد. الفريقين واجهوا صعوبة في بناء اللعب وفي خلق الفرص. بعد نصف الشوط الأول شفنا تقدم الأرسنال أكثر لمنطقة جزاء الأتلتي، وحققوا اختراقات عن طريق الأجنحة. لوكمان عليه كان علامات استفهام في الشوط الأول، وعلى سيميوني أن يعيد النظر في التكتيك. في الدقيقة 44 هدف أول لأرسنال عن طريق ساكا، وشفنا المسافة بين هانكو وروجيري هي اللي أدت إلى الهدف، بلس أوبلاك للأمانة باللام على الهدف، لأنه الهدف أجى عن طريق كرة ارتدت من أوبلاك. كان بالإمكان من أوبلاك التصرف بطريقة أفضل. طيب، انتهى الشوط الأول بتقدم الجنرز على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل. بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 51 فرصة سيميوني محققة للهدف. فرصة سيميوني كيف ضاعت غريبة، ولكن مرت بسلام على أرسنال. في الدقيقة 55 فرصة خطيرة لأتلتيكو مدريد عن طريق برضو جريزمان، وهون لازم نحكي شغلة، وتسديدة قوية صدالها رايا، وفي ركلة جزاء هون لازم نحكيها كانت واضحة لجريزمان، ولكن قبل لقطة التدخل على جريزمان شفنا تدخل من لاعب أتلتيكو مدريد بوبيل على جابرييل، قرار صحيح من الحكم وخطأ لصالح أرسنال. ركلة الجزاء صحيحة لجريزمان، بس قبل لقطة الجزاء كان في خطأ من لاعب أتلتيكو مدريد على جابرييل مدافع الأرسنال. طيب، تبديلات سيميوني في الدقيقة 57 سيميوني يخرج ولي نورماند ولوكمان، ودخول سورلوث ومولينا وكاردوسو. في الدقيقة 65 فرصة خطيرة وهدف محقق لجيوكريس، ولكن مرت بسلام على أتلتيكو مدريد. في الدقيقة 66 تبديلات غريبة من سيميوني بعد ما كان مسيطر وضاغط في بداية الشوط الثاني، خروج الفاريز وغريزمان ودخول المادا وباينا. طيب، هون نحكي عن خروج الفاريز. غريزمان تمام، الفاريز طيب، خروج الفاريز، مهاجم زي الفاريز من فرصة واحدة ممكن يسجل لك هدف. لاعب بهيك مباراة بتخرجه غريب يا سيميوني، قرار سيميوني كان غريب. ريح الأرسنال بكل معنى الكلمة بعد خروج الفاريز، وشفنا سيطرة واضحة للأرسنال بعد خروجه، وشفنا ضغط من الجنرز كمان بعد خروج الفاريز، لأنه كان أتلتيكو مدريد ضاغط في بداية الشوط الثاني لحد خروج الفاريز زي كأنه سلم المباراة. طيب، سيميوني بدنا نحكي بصراحة، سيميوني من أفضل 4 مدربين بالعالم، ولكن في هاي المباراة ما مشت معه. أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بانتظار الفائز بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. طيب، هيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. حبايب القلب، ما تنسوا تدعمونا، لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل شيء جديد بنزله، وبنشوفكم على خير في تحليل مباراة غدا. سلام.